السر اللي محدش هيقولك عليه غيري. تحطي العدس الأصفر مع الرز ولا بعده في الكشري الإسكندراني؟ الكشري الإسكندراني أو الكشري الأصفر من الأكلات السريعة واللذيذة، بس ساعات بيطلع معجن وساعات مفلفل زيادة. تعال أقولك على السر اللي هيخليه يطلع مظبوط على أصوله. السر كله في كمية العدس بالنسبة للرز. لو 2 كوب رز زائد 2 كوب عدس معجن. لو 3 كوب رز زائد 1 كوب عدس مظبوط. لو 4 كوب رز زائد 1 كوب عدس مفلفل قوي. أفضل نسبة للكشري الأصفر 3 كوب رز ل1 كوب عدس علشان يبقى مظبوط ومش معجن ولا مفلفل. طريقة التحضير: المكونات: 3 كوب رز مصري، 1 كوب عدس أصفر، بصلة مبشورة، 3 معالق زيت، نص معلقة كمون، ملح حسب الذوق، مية تغطي الرز بعقلة صباع. الخطوات: في حل على النار حطي الزيت وسخنيه ونزلي بالبصلة المبشورة وقلبيها لحد ما تتحمر وتبقى ذهبي. ضيفي الرز والعدس والكمون والملح وقلبيهم كويس جدا. لما الرز يشرب ميته ويزيق في الحلة زودي مية تغطيه بعقلة صباع. غطي الحلة وخففي النار تبقى منخفضة وسيبيه لحد ما يستوي بهدوء. تركية سرية: بعد ما تطفي النار حطي معلقتين مية على الوش وسيبي الحلة مقفولة 5 دقايق. البخار هيخلي الرز يفك لو كان لازق ويبقى مفلفل وخفيف زي القطن. الدقة الجانبية اللي تكمل الطعم: طماطم متقطعة، توم مفروم، فلفل أخضر، كمون وملح. تحطيهم مع بعض وتقدميهم مع الكشري، طعم خرافي وخفيف. ما تنسيش بقى، لو استفدتي ما تنسيش تعملي لايك وشير علشان الوصفة توصل لأكبر عدد. اللايك مش هيفرق معاكي بس بيفرق معايا جدا علشان أقدر أكمل وأقدم لكم كل جديد. وما تنسيش تصلي على الحبيب.